مع دكتور أحمد عبد الله وإعداد رغدة يحيى على راديو حرية. اهلا بيكم وحلقة جديدة من فيش غلك. من اسبوع لاسبوع بنتقابل، وما بين الاسبوع والاسبوع بنتقابل معاكم على الفيسبوك على مجموعة فيش غلك، على مجموعة اصدقاء الدكتور احمد، على موقع مجانين، على موقع askdoktoraحمد.com، وعلى موقع يعني حريتنا هنا على صفحة فيش غلك. كمان بيوصل لنا منكم تعليقات وتفاعلات وبنقراها كلها وبنحطها في الاعتبار اكيد. الحقيقة بنحاول في الحلقات دي ان احنا نفهم نفسنا. بدأنا بالستات لان طبعا يعني في عينينا من جوه. بنحاول ان الحلقات دي تساعد الستات على ان هم يفهموا نفسهم، تساعد الرجال ان هم يفهموا الستات ليه علاقات افضل. لانه اللي انا شايفه واعتقد انكم متفقين معايا انه في فشل في مساحة العلاقات، فشل عمال بيتفاقم، نسبة الطلاق بترتفع، يعني مشكلة في التواصل بين حتى المتجوزين. الاغلبية الساحقة من اللي في سن الزواج في عالمنا العربي وفي مصر على وجه التحديد مش متجوزين رسميا. في ربش كده في العلاقات ما بين الرجاله والستات. طب ليه؟ بنقول انه يمكن مساحه من المساحات ان هم مش فاهمين، محدش فاهم نفسه ومحدش فاهم الطرف الثاني، فبنحاول نشتغل في المساحه دي بالرغم من ايماني انا شخصيا انها مش المساحه الوحيده للمشكله يعني. لكن مساحه الفهم ان كل واحد يفهم نفسه ويفهم الطرف الثاني اعتقد ان عليها معول كبير. الحلقه اللي فاتت كان معانا صديق اسلام ابو قنديل، بنتكلم في ستات عاوزة ايه، واتكلمنا في ثلاثيات. حسيب اسلام النهاردة يستعيدها كده باختصار، واذا هو مش فاكرها انا ممكن افكره بيها. لكن قبل ما ارحب باسلام برحب بياسمين، صوت المرأة. جايبين صوت المرأة علشان اولا نثبت ان صوت المرأة مش عورة، وثانيا لانه اساسي معانا هنا. وانا في الحقيقة وانا جاي على الاستوديو هنا فكرت في انه ياسمين النهاردة معانا بهوية مزدوجة، وقلت لما هقدمها هو انا هقول انها معانا النهاردة كأنثى او كست الاول وبعدين كلايف كوتش، ولا العكس. انا الحقيقة كنت مقرر ان انا اقول ان هي الاول لايف كوتش والحاجة التانية انها ست، وبعدين لما جيت لقيت انها بتقول لا انا ممكن كست وبعدين كلايف كوتش. ما تفرقش كتير في الترتيب، هي ست ولايف كوتش مش حاجة ثم حاجة يعني. فسعيدين جدا بوجودك معنا ياسمين. ان شاء الله نعمل حلقة كويسة احنا الثلاثة بحيث انها تقدم حاجة نافعة. لانه انا لسه الحقيقة جاي حتى بالعيادة، انا باجي يوم الاربعاء من العيادة على طول على الاستوديو، وقبل ما اجي على طول مشكلة واحدة وعندها مشكلة مع جوزها ومشكلة مستمرة وهي حاسة انها مش سعيدة معاه، وطيب تكمل في العلاقة وهي حاسة انها مش سعيدة، ولا ما تكملش مش حاسة انها واخدة حقوقها قوي في العلاقة. خاصة العلاقة فيها تشابكات كتيرة لانها عندها طفل من الزواج ده، وهي كانت عندها زواج سابق ما مشيش، وبعدين هو كمان عنده اطفال من زواج سابق. يعني الدنيا الدنيا مركبة اكتر شوية. وخليني بس ابدا قبل ما ابدا باسلام او قبل ما اقول لاسلام، هو بيبقى حلو ان الست تبقى مرتبة سعادتها على نجاح او فشل العلاقة. يعني ما تبقاش سعيدة الا لو كانت سعيدة في علاقتها او سعيدة في زواجها.
الترتيب ده ولا انا ده مش شرط؟ مع الترتيب ده. الست عادة بيبقى من اهم حاجات في حياتها العلاقة. تمام. بس من اللي انا شايفاه، واعتقد ده احتمال يكون وورلد وايد يعني برضو في العالم كله، ان ده نتيجة مفاهيم خاطئة في ان الست دايما اتعودت انها تحط نفسها كسكند برايورتي او اهمية تانية او تالتة او رابعة او whatever. فللأسف بتطلع في حتى المجتمعات الغربية بنفس الحكاية، بتطلع عايزة تلف حوالين اي حد، يعني عايزة يبقى اي حد محور حياتها. فبتتعود من وهي صغيرة ان هي محور حياتها هو هيبقى الزوج. وانس ان هي بتتجوز تلف حوالين الزوج، طبعا بيتعذب هو طبعا وهي بتتعذب والحياة بتبقى معقدة خالص. وبعدين وانس بتخلف تبتدي تلف حوالين الولاد. ولو هي مركزة شوية ممكن تلف حوالين الزوج والولاد. يعني ده يعني يبقى كويس قوي الزوج يعني ايه مبسوط معاه. لكن في العادة هي بتسيب المحور الاولاني خلاص خلصناه وتبتدي تلف في محور الولاد. تتعاملوا معانا كأن احنا يعني كما يتعامل انثى العنكبوت مع الرجل او النحل او هقول له this is true. بس لان حصل this true يعني خلينا يعني احنا بنتكلم كلنا بصراحه بنفشغل لنا ليه؟ لان through التايم through الوقت حصل اننا فقدنا بعض الحاجات اننا نفهمها. زي ما الست افتقدت ان هي تفهم ان هي ليها هويه كبني ادم اساسا في الاول، فسعادتها مش متوقفه على حد. يعني هي لو قاعده على جزيره لوحدها المفروض تعرف تبقى مبسوطه. تمام. اوكي، لو هي عرفت تبقى مبسوطه ازاي هتساعد جوزها وهتساعد ولادها وهتساعد بقيه الناس كلها اللي ليها علاقه بيها ان هي تبقى يساعدوها تبقى مبسوطه. اوكي، ويساعدوها تحقق ده. لكن فقد الشيء لا يعطيه. هي بتحاول تستمد سعادتها من انها تعطي تعطي تعطي، وبتيجي بعد كده فتره لاحقه لما كل الناس يبتدي تشتغل وتعيش حياتها وتنطلق، تقف وتحس انها عايشه في فراغ ملوش لازمه وهي ما تعودتش تعيش مع نفسها. فانها تيجي بقى بعد 20 سنه تعرف دي مين وعايزه ايه وبتعمل ايه، ده بالنسبه لها بيبقى قاتل. ده من قبل كده ياسمين انا بلاحظ دلوقتي، لاحظت في كذا ست من اللي بيجوا عندهم شكاوى في العلاقات مع ازواجهم، انه بيحصل حاجه يعني يمكن حتى لو تحبوا، انا احب ده يعني لو تقدروا عندكم وقت يا ريت ناخد حلقه للحالات، يعني نقول كده انماط. احنا عندنا باترنز فعلا، ممكن نمسك انماط ونحلل الانماط دي، لانها انماط انا ما اظنش ان الخواجات كتبوا عنها، لانها ممكن تبقى موجوده عندنا بس او واخده لون معين عندنا بشكل اكبر شويه. فمثلا انا بشوف الباترن التالي وبشوف النمط المتكرر التاني. اتنين بيتجوزوا باي طريقه بقى، وكان في استعجال وما خدوش فرصه ان هم يعرفوا بعض الطريقه التقليديه اللي هي بتاعه الملايين عندنا في الجواز، وبعدين بيدخلوا. اللي بيحصل ايه؟ ان بالتدريج بتبتدي الست تكتشف انه الشخص اللي معاها ده مش مناسب ليها او مش هو اللي هي عاوزاه. طيب بتعمل ايه؟ بتبتدي الاول ايه يعني ترفض، بس في صوتها في الرفض بيبقى واطي قوي. ده بعد الجواز بترفض؟ بعد الجواز يعني يعني لا تعترض، يعني قصدي تعترض، لا كده ما ينفعش، لا بس صوتها بيبقى ضعيف شويه او مش بالقوه اللي تخلي الراجل يحس ان في كارثه. لكن هو يعني كأن بيبان للراجل وكأنها بتدلع وكأنها، فالراجل بيطنش وبتكمل الحياة طالما الحياة مكملة. انت عارفة كتير من الرجال عمليين، يعني طالما العربية بتطلع مش مهم بقى ان يبقى فيها شوية حاجات كده عايزة تتلقط، مش اشكال. فبيكمل وهي بتقول اللي انت بتقولها، اللي كنت بتقولي عليه دلوقتي، ان انا بستحمل وبتدي عطاء شوية شوية، بتستحمل وبتدي وبتستحمل وبتدي، وبعدين بتوصل لنقطة خلاص بريكنج بوينت، التوليرنس بتاعها بيشي خلاص. غريبة يا أحمد في إضافة لكلام ياسمين، أكمل بس الباترن ده بتيجي في النقطة دي خلاص enough is enough، مش لا مستعدة تسمع ولا مستعدة الكونسلنج ولا مستعدة حد أصلا يجي جنبها. يعني هي بتيجي بتقول لي يا دكتور أنا جاية عايزة أطلق، فبقول أنا مش مأذون، يعني الطلاق عند المأذون. أو مثلا في مشكلة ده باسم البوليس، أنت جاية هنا ليه؟ عايزة أنا مثلا أتخذ لك القرار؟ لا، طب عايزة الباسبور، عايزة الفيزا. عارف يعني ايه الفيزا؟ ضميرها يرتاح، تحس ان هي تحس ان هي عملت اللي عليها. ده حتى الدكتور قال لي هي ممكن ايا كان هو ايفر اللي هيتكلم معاها يمكن بتروح للدكتور عشان عارفه انه مش ماما ومش خالتي ومش جدي ومش عارف ايه اللي هم هيقولوا لها يا لهوي يا لهوي. فهي عايزه تروح لحد يسمعها، يسمع كل اللي هي تحملته، وفي الاخر يديها الجواز المرور اللي هو بليز يو هاف ذا رايت ان انت وات ايفر ان انت خلاص
فعلا ان انت ما تقدريش تتحملي اكتر من كده. تمام. بس خليني هعلق واسيبك بقى اسلام معلش. الباترن دي مش خاصه بالستات، الباترن دي خاصه بشخصيات، لان انا بشوفها معكوسه كمان مع رجاله قصدي. مع رجاله ومع يعني اقصد اقول انها باترن شخصيه وليست باترن راجل وست. تمام. الشخصيه هنا كنت انا هقولها يعني والله انت شفت بقى انت بتسوق دايما معلش بقى خلاص النهارده بتاعي بقى هلعب مظبوط. اللي بيحصل ايه ان في شخصيه بتكون داخله العلاقه عايزه تنجح العلاقه باي ثمن، تمام. فبتعطي كثيرا جدا جدا بدون النظر لانها تعمل نوع من البالانس ما بين الاخذ والعطاء. تمام. فكأن انا معايا سي وات ايفر كونتينر شوال بقى جردل اي حاجه مليان وعماله ادي منه ادي منه ادي منه ومش واخده بالي ان انا محتاجه املاه. كل ما اجي املاه اقول لا طب مش دلوقتي، طب معلش بكره ان شاء الله يتملي او البني ادم اللي بيعطي زياده بيبقى متخيل ان البارتنر بتاعه هيعطيه عشان انا بدي، فهو حتى انا عطائي مش لله، هو انا عطائي كانه طلب بس اندرنيث، طلب مستتر. تمام. ان انا بدي زياده يمكن ما حسش، بديك أهو. يمكن ما خدش باله يمكن هيحس وبعد كده ما عندوش دم او هتحس راجل او ست. دي حقيقه خلاص. وهو بيعمل كده العداد بيعد، وبالتالي هو باصص للي قدامه وحاسس ان اللي قدامه بيأثر، حاسس ان قدامه مش مهتم، حاسس ان قدامه not caring او ان هو مش بيحبه او مش عايز يديه او بخيل او فمش بس ان هو زعلان انه بيدي وانه مقهور فيها، لا ده عنده العداد النيجاتيف بتاع التاني كمان ماشي. بيجي لما يتكلم طبعا احنا عندنا طبعا السلف بليم بقى، وطول النهار عمالين الناس كلها عماله تلوم فينا. أنا اللي جبت بكلم نفسي. قبل كده كمان تقول ايه، طب هو انا عندي حق ولا ما عنديش حق؟ أيوة. يعني انا ادي نفسي الحق ان يبقى محتاج اخد، فطبعا يبقى حتى الواحد انا الكونفيوجن ده رهيب. فان انا اطلب صح ولا غلط، اني اطلب اني اقول انا من حقي انام، انا من حقي اصحى، من أيوة. حقي ان احتياجاتي الاساسيه تبقى فولفيلد او تبقى ملباه، من حقي اتحب بالطريقه اللي انا افهمها، مش أيوة. اتحب باي طريقه. تمام. اوكي، من حقي اعبر عن احتياجاتي بطريقه كويسه، من حقي ان البارتنر بتاعي يسمعني ويفهمني وياخد كلامي بجد. من حقي فحتى انا عشان اطلعها دي من حقي بقعد بيني وبين نفسي، هو من حقي بجد. أيوة. واروح اكلم بقى كل اللي اعرفهم، اللي يقول لي واللي يقول لي لا، واللي يقول لي استحمل، ويقول لي كلنا كده ماشي. وبالتالي بيحصل ذبذبه. عشان كده لما باجي بقوله بقى وانا متردده. ايوه المفروض نعمل كده. فطبعا اللي بيسمعني ما بيسمعش فيا طاقه ايجابيه اناف تقول ده من حقي، فبياخد الكلام على انه ايه، ما كلمتين شويه وما اعرفش ايه، هيرجع زهقان، اصل قرفان، اصل عنده مشاكل في الشغل، اصل مامته منكده عليه، اي حاجه تانية. وبالتالي ما بياخدهاش مأخذ الجد، فبيزيد القصه وكانها لوب بتلف. كل شويه البالانسز بتبوظ لغايه ما نوصل للنقطه اللي هي بتاع البريكنج بوينت. خلاص بريكنج بوينت معناها انا اديتك كل الفرص، حتى لو بديها لوحدي، ما انا عماله اديها لوحدي وبدي اشارات واللي قدامي مش راضي يقرا الاشارات. فدي كمان بتبقى حاجه تانية. وهنا خلاص انتهى، ما حدش يقدر يعمل اي حاجه. they have to learn او يتعلموا الدرس بالطريقه الصعبه. تمام. بدايه واعده وحلقه ان شاء الله شكلها كده ضرب نار. هي ضرب نار على طول، بالذات لما بقعد قاعد مع ياسمين. الحمد لله. انا في الحقيقه حابب ابدا من الحته دي، يعني انا عايز اخلي دي. احنا هناخد بريك بعد هذه الوجبه. بريك على طول. هناخد بريك. دلوقتي هاخدوا بريك، لما نرجع بعد كده هيعملوا ايه تاني؟ مش عارف. مايكل اسلام بقى يفشغله. الحلقه دي اللي بيحبنا ما يضربش في فرحنا نار. هنطلع للفاصل ونرجع. طيب.